السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من الناس دلوقتي بتتكلم على لميس الحديدي لما طلعت تقول ان الشباب بيسألوا وبيقولوا الدنيا اتطورت قوي وربنا جعل لنا عقل نفكر بيه ونفكر في الحاجة الاسهل لينا. ليه ما نعملش حج اونلاين عن طريق ميتا فيروس؟ الحج ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس؟ ليه ما نعملش الحج اونلاين؟ يعني نعمله بالزوم بقى كده، والحاجات دي الحاجات تطورت. ليه لازم نروح نلف حوالين الكعبة 7 مرات؟ بجد لما سمعت الكلام ده قلت سبحانك يا ربي، احنا هنروح فين تاني؟ يعني هتعملوا فينا ايه تاني؟ تعالي طيب قبل ما نجاوب على السؤال ده، ان هو يصح الحج اونلاين اذا توفرت الشروط ولا ما ينفعش؟ لو كان موضوع مباح، التطورات اللي احنا فيها دي تطورات حديثة مباحة، هل يصح ان احنا نحج كده؟ الاول تعالي اقولك ايه هو ميتا فيروس اللي احنا ممكن نحج من خلاله. الميتا فيروس هو برنامج تواصل، بتقعدي قدام شاشة معينة وانت قاعدة في بيتك، قاعدة في سريرك، قاعدة في مكانك، بتبقي لابسة نظارة معينة وقاعدة قدام الشاشة، وبتتواصلي مع ناس حواليكي من جميع البلاد. اللي انت بتتواصلي معاهم دول من خلال النضارة دي، انت كأنك دخلتي بيتهم بالظبط، وكأنك قاعدة جنبهم بالظبط. بيبقى بيحصل تلامس وكلام، وبتاكلي معاهم وتشربي وتخرجي وتتفسحي وتنامي، وكل حاجة عندهم كأنك خرجتي من بلدك رحتي البلد التانية دي وعشتي حياتك كلها عادي، كأنك بتتفسحي عادي. وبعد كده خلاص بقى بتقفلي البرنامج وتقلعي النضارة، فانت خلاص كده رجعتي بلدك تاني. وفي بيفضلوا قاعدين في الجو ده ما يقارب مثلا من اسبوع كامل. لا، انا اسبوع كامل قافل على نفسي الاوضه وبياكل عادي وبيشرب كل حاجه، بس هو كانه عايش في بلد تانية، هو مش في بلده هنا، مش هنا خالص، ولا في اوضته ولا في مكان ولا اي حاجه خالص. لما الناس بقى تفكر ان هي تحج، يلبسوا النضارة دي، فمن خلال النضارة دي ومن خلال الشاشة دي هيلقوا نفسهم راحوا عند الكعبة حقيقي، وبيلمسوها حقيقي، ويطوفوا حواليها ويعملوا كل المناسك، وتعمل كل المناسك وانت قاعدة في بيتك عادي بدون اي مجهود بدني او مجهود مالي. هنا هل يصح هذا الحج اذا توفرت الشروط وكان في حاجة تطورات اسهل؟ الأول كده تعالي نفهم العلاقة بين تكوين الإنسان والعبادات التي أمر بها. الإنسان مكون من روح وبدن وعقل، وهدف الإسلام الأساسي هو أن الروح تسمو وتعلو، والبدن يهدأ ويستقر، والعقل يفكر ويتدبر. بالتالي نتأكد أن هناك حكمة وراء ذلك التشريع. والإسلام عندما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، له 5 أركان معروفة ومرتبة. ترتيب الحج هو الركن الخامس لمن استطاع إليه سبيلا. كلنا طبعا أكيد حافظين الحديث: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فأركان الإسلام على حسب الترتيب تحتاج منا أولا إلى الجهد الروحي، جهد النطق، إن أنت تنطق بالشهادة دوت جهد معاك بتعمله بروحك. روحك تحس أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بدي كده أنت دخلت في الإسلام. لما تدخل في الإسلام يأتي المجهود الروحي والبدني معا. نطق باللسان مع حركات بالبدن. نطق باللسان اللي هي القراءة والتسبيح اللي احنا بنعملها جوه الصلاة، والحركات البدن اللي هي التنقلات بين الركن والركن الآخر. بعدها إيتاء الزكاة، مجهود مالي. بعدها صوم رمضان، رجعنا للمجهود البدني. أما الحج بقى فيجمع بين ذلك كله، مجهود روحي وبدني ومالي. لذلك جعله الله آخر المجهودات وقال لمن استطاع إليه سبيلا، عشان ربنا عز وجل يجعلنا نرتقي بنفسنا واحدة واحدة. لما الإيمان يعمر قلبي حقيقة أقدر أوصل للمرحلة اللي بعد كده العالية جدا، اللي فيها مجهود مالي وروحي وبدني، هو مجهود الحج. لابد أن يكون في استطاعة بدنية ومالية، بالإضافة إن أنا أصلا مسلم، فالفريضة دي الشعيرة دي
بتكون سهلة قوي ان احنا نأديها. لذلك سبحان الله تلاقي الانسان ممكن يبقى حج مرة وعمل عمرة وروحه مشتاقة تاني. يا بنتي ده مجهود عليكي قوي، لا ده انا نفسي اروح تاني. امتى اروح؟ تلاقي الواحدة مش قادرة اصلا ومعهاش، وتحوش من قوتها وتحرم نفسها وتبقى مش قادرة. نفسي اروح العمرة، نفسي اروح الحج. ليه؟ عشان دوت يعني مشاعر روحية بينك وبين الله عز وجل. نرجع هنا بقى للسؤال، هل يجوز ان احنا نحج عن طريق اونلاين اللي هو ميتافيروس او اي حاجة السبل جي واحنا قاعدين في بيتنا؟ اسمعي كده، عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 من الهجرة قال في الحديث الصحيح الصريح: خذوا عني مناسككم، زي ما بعمل بالظبط اعملوا. عمل هنا الطواف بالظبط، هنا السعي، هنا رمي الجمرات، هنا الحلق، هنا التقصير، هنا ذبح الهدي. خذوا عني مناسككم. أيضا عندما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتين، ربنا عز وجل يعلم ان الدنيا هتتطور كده قوي وهيبقى في حاجات سهلة قوي على الإنسان، ومع ذلك لم يقل حج من أي مكان أو بأي طريقة، لا، يأتون من كل فج عميق. لازم تأتي، لازم تروحي وتسعي برجليكي ان انت تروحي هذا المكان. أيضا عندما قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، من نفس اللي الناس عملوه قبليكم، نفس اللي عملوه الأنبياء قبليكم، نفس المكان، اطلعي منه وانزلي منه، اعملي العبادات بتاعتك من نفس المكان. ربنا عز وجل كان قادر ان هو ما يقولش الحاجات ديت وما يلزمناش بيها، لان الله عز وجل يعلم التطور اللي هيحصل في البلد كلها. ولكن عبادة الحج عبادة توقيفية، عندنا عبادات معظمها توقيفية، وربنا عز وجل جعل لنا عبادات ليها معاد وعبادات ليها معاد وليها مكان. عبادات ليها معاد وعبادات ليها معاد ومكان. من الحج او من العبادات هي عبادة الحج، ليها معاد وليها مكان. المكان يأتون من كل فج عميق، يروحوا، هم اللي يروحوا برجليهم، هم اللي يذهبوا لمكة وعرفات ومنى والمزدلفة، أماكن معينة مرتبطة بالحج. والموعد ربنا عز وجل قال: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معلومات. ربنا حدد لنا الأيام، ربنا حدد لنا المواعيد. ما نجيش احنا بقى نقولوا على مزاجنا اصل احنا عايزين الأسهل. أيوة أنا عارفة ان الشباب الأيام دي بقت الشباب السهلة، والبنات كمان بقت عايزين الحاجات السهلة، كله عايز السهل. حتى في العبادات يا بنتي عايزة السهل. لو انت عايزة السهل كده، امال هتدخلي الجنة ازاي؟ امال هتشقي وتتعبي ازاي؟ تبقى الواحدة بتلف في الدنيا بحالها ورايحة وجاية وتقف على المواعين بالساعة وتروح السوق بالساعتين وهنا، واول ما تدخل الصلاة مجرد بس ما تقول الله اكبر تلاقيها قعدتش ليه يا بنتي؟ لا اصلك مش قادرة. ليه يا امي؟ لا اصلك مش قادرة. وساعات احيانا تقولك كده بنفس اللفظ كده: اصل النهارده تعبت قوي، اصل كنت بلف طول النهار، اصل النهارده كنت بنظف البيت، اصل كنت بعمل كذا. يعني انت بتعملي كذا في الدنيا ومش قادره تقفي تصلي بين ايد الله عز وجل، امال هتدخلي الجنه ازاي؟ فكرك الجنه سهله كده؟ فكرك الجنه هتجيلك بالمتع وان انت نايمه على السرير والحاجات السهله قوي؟ لا والله، اسعي السير الى الله لا بالاقدام ولكن بالقلوب. اسعي بقلبك وبروحك، وفي حاجات معينة بقى تسعي لها، عبادات تسعي لها برجليكي وببدنك عشان توصلي الى الله عز وجل. تتعبي شوية لو من وجهة نظرك ان ده تعب، مع اني والله ده قمة المتعة، والله قمة المتعة ان انت تبقي قايمة تصلي الفجر كده وانت مش قادرة وعايزة تنامي. بعد ما تصلي الفجر قولي لي النوم راح فين، اشعري لي كده او قولي لي شعورك بالسعادة اللي انت حاساه بعد ما تصلي الفجر. شوفي الجمال وانت رايحه الحج وتعبانه وانت راجعه مش قادره، شوفي كده ايه الشعور الجميل ده، ايه الاحساس القوي دوت. العبادات كلها بجد متعه. يعني كان ابن القيم كان يقول: نحن في جنه لو علمها الملوك وابناء الملوك لقاتلونا عليها. في مقولة تانية: نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها.
ايه السعادة دي؟ سعادة العبادة وذكر الله والفرائض اللي ربنا افترضها علينا. والله احنا في سعادة، بس احنا للدنيا لهيانة قوي واخدانا قوي، وعايزين كل حاجة على السريع على السريع، بسرعة بسرعة. الدنيا وامور الدنيا عادي براحتنا، ولسه بدري، والدنيا قدامنا والحياة قدامنا، وهنعمله كل حاجة. اما في العباده، اول ما ادخل الصلاه عايزه بسرعه تقراي القران، ما عندكيش صبر ان انت تقعدي تكملي مثلا جزء على بعضه، مفيش صبر. ممكن يكون ما وراكيش حاجه، لكن ما فيش صبر ان انت تقعدي، يكبس عليك النوم. طب روحي مثلا زوري حد، او روحي اعملي عمل خير، او ساعدي، ما كل دي عبادات. او روحي اعملي بر والدين. لا لا، وانا قادره بستكفي بالتليفون. التليفون دلوقتي بقى يغنينا عن حاجات كتير قوي. وتلقي الناس إلا ما رحم ربي جالها كسل وجالها مرض وجالها فطور في كل حاجة، وأجرها نقص، وكل حاجة بقت تقل عندنا بالنسبة للعبادات. لا، خلي بالك ما تسمعيش كلام حد. الحج على طول برجلينا، ربنا يدينا ويعطينا، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يرزقنا جميعا زيارة بيته الحرام. عشان بجد اللي ما يروحش الحج او العمرة ده انسان محروم. الناس بتجري على المصايف وتحوش للمصايف، لكن تيجي بقى ناحية العمرة تقولك لا أصل غالية قوي. طب حوشي يا بنتي سنتين من العمرة من المصيف، طيب بس سنتين كده وشوفي هيطلعوكي عمرة ولا لا. هيطلعوكي والله. فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يتقبل منا ويرزقنا زيارة بيته الحرام وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.